يوم الاثنين 27/5/2023 على الساعة 3 الصبح في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية. الشرطة وصلهم بلاغ من تاكسي كان واضح عليه من صوته إنه خايف ومتوتر. قال لهم إنه الآن أنهى توصيله، وصل فيها بنت كان معها شنطة سفر ووقف لها مثل أي زبون عادي، وركبت معه وطلبت منه إنه يوصلها إلى منطقة غابات. صاحب التاكسي ما كان عنده مشكلة في المكان لأنه وصل ناس كثير من قبل. هذه التوصيلة كانت في البداية طبيعية ومثل أي توصيلة صارت من قبل، إلا أن الأمور كلها اختلفت. بعد ما وصلوا البنت نزلت من السيارة وراحت تاخذ الشنطة من الصندوق الخلفي للسيارة، ووقتها الدنيا كانت ظلمة، لكن شوفير التاكسي دقق بشيء معين. مثل ما قلت لكم إن كانت بالليل الدنيا كلها ظلمة. وقتها صاحب التاكسي لاحظ شيء يتسرب من الشنطة على أرضية الصندوق السيارة. البنت ما لاحظت إنه انتبه، تقريبا هي ما كانت شايفة وجهه. صاحب التاكسي صرف بذكاء، كان هادئ، ما بين لها ان هناك اي شيء غلط. وبعد ما خلصت شافها تمشي باتجاه الشجر وظلت تمشي قدامه لحد ما اختفت. وهو على طول ركب سيارته وراح لبعيد، ورجع وقف بمكان فيه ضوء وتأكد إنه فعلا اللي كان على صندوق السيارة هو دم. كردة فعل من إنسان طبيعي رن على الشرطة، وعلى طول خلال دقائق وصل ضباط الشرطة، وبعد شوي من البحث لقوا أجزاء مشوهة من جسم إنسان. وحيا يا جماعة الخير، جبنا لكم قصة جديدة وإن شاء الله يا رب القصة تنال على إعجابكم. ما أريد أبدا نطول بالمقدمة، واليوم قصة بنت اسمها جونغ يو جونغ. في البداية البنت كانت تحضر فيديوهات قصص لجرائم قتل نفسكم انتو الحين، لكن يلي سوته جدا مجنون. القصة يلي سمعتها طبقتها بالواقع، وهذا الشيء خلت العالم كله ينصدم منه. الغابة يلي نزلت عندها البنت، الغابة بالليل عبارة عن ظلام دامس، من الآخر مكان أسطوري لتخفي فيه جثة. ولكن بفضل صاحب التاكسي والمعلومات اللي قدمها للشرطة قدروا انهم يتعرفوا على البنت ويوصلوا على بيتها. بعد كم ساعة من البلاغ، خلال 3 ساعات بعد ما البنت نزلت من التاكسي، تم الإلقاء القبض عليها. الشرطة قدروا انهم يعرفوا البنت ويحددوا هويتها من ملامح وجهها اللي شافوها على كاميرات المراقبة في المنطقة اللي ركبت منها مع صاحب التاكسي. الآن الشرطة عندهم بلاغ من شخص غريب، وكمان لقطات من كاميرات بتبين ان فعلا كان معها شنطة، والجثة اللي لقوها بالمكان اللي راحت عليه. وهذه معلومات كافية لإصدار أمر تفتيش لسكنها. على حسب القانون بكوريا الجنوبية، في شغل بهذا القانون اللي هي في كوريا الجنوبية نادر جدا انهم يكشفوا عن اسماء وتفاصيل المجرمين والمشتبه فيهم بأي جريمة لوسائل الإعلام. هذا القانون موجود من 1991، لكن كمان عندهم قانون يخليهم في بعض الأحيان انهم يقولون اسماء المجرمين ويكشفوا عنهم. المجرمين اللي بيكونوا مسويين جرائم عنيفة جدا وبدهم المجتمع كله يعرف عنهم ويأخذوا حذرهم من هذه الأشكال عشان لا تتكرر نفس هذه المواضيع. فمن هي هاي البنت؟ وشو اللي سوته لدرجة أن الشرطة قرروا تسرب معلوماتها للعالم كله؟ جونغ يو جونغ عمرها 23 سنة، من المواليد 1999. المعلومات اللي جمعوها عنها عرفوا ان امها وابوها كانوا مشغولين عنها بالفترة اللي كانت تكبر فيها، واللي رباها جدتها. درست بمدرسة ثانوية خاصة، وخلال هذيك الفترة كانوا يقولون عنها انها شخصية غريبة، دائما ساكتة ولا بتتكلم، وتجلس باخر الصف منعزلة عن الصف كله. ومع ان ما حد تنمر عليها من قبل، إلا إنها أي أحد كان يحاول يتعرف عليها أو يتكلم معاها كانت تتطلع فيه وتظل ساكتة ولا تتكلم ولا كلمة. وتخرجت وظلت عاطلة عن العمل لمدة 5 سنوات. حتى تتوظف بكوريا الجنوبية لازم تسوي اختبار الخدمة المدنية، هذا شرط أساسي قبل ما تدخل على العمل. وواحد من متطلبات الامتحان هو أنك تكون قادر تتكلم إنجليزي بشكل ممتاز، وهذا الشيء اللي كان يخلي جونغ دايما ترسب ولا تقدر أنها تنجح. لغتها الإنجليزية كانت كثير سيئة. البنت زادت عزلتها اللي كانت تسويه، تطلع من البيت وما عندها أي علاقات اجتماعية. وهنا صارت تقضي أغلب وقتها بمشاهدة قصص الجرائم وقراءة روايات كمان عن الجرائم، وكانت تحضر برامج كورية عن جرائم حقيقية. بس كونها البنت مش طبيعية صارت مهووسة بشخصيات القتلة. بعد كم يوم من التحقيقات الشرطة عرفت شغلات جديدة عن البنت. لما فتحوا تلفونها انصدموا إن ما في أي رقم مسجل عندها بقائمة الاتصالات، ولا يوجد أي رسالة وصلتها من قبل من أي أحد. هذا دليل كافي على قوة وحدتها وعزلتها يلي هي فيها. ولكن الأهم اللي لفت انتباههم إنها قبل جريمتها بكم شهر كانت بتسوي بحث أونلاين عن شغلات لها علاقة بالقتل. من ضمن الأشياء اللي بحثت عنها كيف تقتل شخص بدون جثة.
في البداية البنت أنكرت إنها قتلت الضحية، وقالت إن هناك واحد هددها بالقتل إذا ما تاخذ الجثة وترميها، بس طبعا الشرطة ما صدقوها. بعدين خلوا عائلتها تزورها، ووقتها عائلتها ترجوها تقول الحقيقة، واعترفت البنت وقالت أنا اللي قتلت الضحية وأنا اللي سويت الجريمة، ومن دون أي سبب أو أي دافع. كانت تقول ما كنت أقدر إني أسيطر على حالي. كمان كانت تقول كنت أريد أعرف كيف الشعور بعد ما تقتل شخص. هنا الشرطة والمحققين كلهم انصدموا، لأن إذا أنت قتلتي عشان تعرفي الشعور وبالأصل أنت ما تعرفي أحد أساسا ولا عندك معارف، فمين قتلتي وكيف اخترتي الضحية؟ وهنا البنت بدأت تقول الخطة بدأت قبل 3 شهور من يوم الجريمة. بدأت تسوي بحث على الانترنت وتدور على اي احد تقتله. قررت انها تتكلم مع واحد عشوائي يلي يضبط، راح تجرب عليه شعور القتل. مثل ما قلت لكم هي ما عندها لا معارف ولا أصدقاء، عشان كذا اتجهت للإنترنت. اشتركت بموقع معروف عليه ناس بتعلم اللغة الإنجليزية، وسوت نفسها بتدور على معلمة تعطي بنتها دروس، وظلت تحاول تتواصل مع ناس لحد يوم 24/5/2023. معلمة إنجليزي تواصلت معها واتفقوا يلتقوا بعد يومين بتاريخ 26/5/2023. راح تبعث لها بنتها على البيت، والمعلمة وافقت. راحت البنت واشترت ملابس مدرسية. بيوم اللقاء لبست الملابس وراحت لبيت المعلمة على أساس أن هذه البنت الصغيرة، وكانت مخبية سكين في جيبها. وصلت على بيت المعلمة، والمعلمة ما شكت فيها أبدا، لأن البنت بالمختصر كانت قزمة عشان البنت طولها 1.40 متر، وهذا الشيء خلى المعلمة ما تسألها عن عمرها. وبعد ما دخلت البيت وعرفت أن المعلمة تعيش لحالها، طلعت السكينة وقتلتها بدم بارد. وبعد ما تأكدت إنها ماتت، صار وقت الخطوة الثانية من الخطة. بعد نص الليل راحت على بيتها وجابت شنطة سفر، ومرت على ماركت، اشترت سكاكين، مرابط بلاستيك، ومنظفات وأكياس، ورجعت على بيت المعلمة. شافوها على كاميرات المراقبة وهي طالعة من السوبر ماركت، والغريب إنها كانت مبسوطة، كانت متحمسة. خطواتها طريقة مشيها بتدل على الحماس اللي فيها، وكأنها ولا مسوية شيء. وصلت عند الجثة، قطعتها وحطت شوي من القطع بالشنطة، وعلى الساعة 3 الفجر يوم 27/5/2023 طلبت التاكسي. والغلطة كانت إنها ما غلفت القطع اللي حطتهم بالشنطة بشكل صحيح. وبعد ما وصلت على الغابة دفنتها هناك عشان تبين إنها عملية اختفاء. أخذت تليفون المعلمة وهويتها وشنطتها، وكانت راجعة على بيت المعلمة عشان تاخذ باقي القطع. بس بهذاك الوقت كان شوفير التاكسي مبلغ عليها، وتم الإلقاء القبض عليها. بعد ما قالت كل شيء للشرطة، قالت كنت أتمنى أني أسوي جريمة مثالية. والكل كان ساكت ومصدوم. بكوريا عندهم اختبار لتشخيص حالات المختلين عقليا، إذا أقل من 15 فيكون الشخص طبيعي، وإذا النتيجة أكثر من 25 فيكون الشخص مختل عقليا أو عنده الفضول أن يكون مختل. هناك قاتل مشهور عندهم كان مسوي عدة مشاكل وجرائم كبيرة، ومسوي مصايب لدرجة أنه قتل أمه، ولما سووا له الاختبار جاب 27، ولما سووا الاختبار لجوني اللي هي البنت جابت 28، فانها تجيب اعلى منه بهذا الاختبار. كان شيء جدا مقلق ومفاجئ للشرطة. مشان هذا الشيء نشروا معلوماتها، قالوا لو كنا ما مسكناها كانت راح تكون البنت أكيد قاتلة متسلسلة، لأنها ولا مرة تم تشخيصها باضطرابات عقلية، وكانت خالية عند المشاكل عند الشرطة، فكان من المستحيل إن أي أحد يشك فيها. الطب النفسي يقول إنها احتمال البنت اختارت المعلمة إن تكون هدفها لأنها شاطرة بالإنجليزي، والبنت رسبت بالإنجليزي أكثر من مرة، فممكن تكون الغيرة لها دور بالجريمة. والحين أكثر شيء تنتظرونه، شو هو الحكم؟ اعترافاتها وبلاغ الشوفير عنها، ودم الضحية الموجود بشقتها، والتسريب اللي صار من الشنطة، وكاميرات المراقبة اللي شافتها أكثر من مكان، كل هذه الأمور تنهي الموضوع وتأكد عليه الجريمة. وحتى هي بعد فترة وقفت قدام الكل واعتذرت، وقالت أنا بعتذر من الضحية وأهلها، أكيد أنا ما كنت بعقلي. القضية سوت ضجة كبيرة بكوريا، الناس انصدموا من الوحشية. حكم الإعدام مطبق بكوريا، لكن آخر إعدام نفذوه من 1997، مع أن في أكثر من 60
أو 90 شخص ما أنا متأكد محكوم عليهم بالإعدام، إلا أنه ما تم تنفيذ العقوبة لغاية الآن. الشرطة بتقول أن التحقيق مستمر والتشخيصات والفحوصات النفسية بعدها ما انتهت، وقالوا بعدها ببين الحكم، لكن على الأغلب راح تكون جريمة قتل من الدرجة الأولى، لكن بعد ما يخلصوا الإجراءات غالبا راح يكون حكمها أكثر بكثير. وانتهت قصتنا لليوم، والله يعطيكم ألف عافية على المشاهدة، وإن شاء الله يا رب العالمين نشوفكم بالقصص الجاية. مثل ما قلنا بداية المقطع، إذا حابب تقول القصة اكتب لي تحت بالإنستغرام، ومع السلامة. باي.